اخيرا يا جماعه، وبعد معاناه نادي الزمالك النهارده قدر انه يوصل لدور ال16 بعد معاناه كبيره قدام بلديه المحله. والحقيقه انا مش فاهمه هو نادي الزمالك كان بيلعب النهارده ازاي. يعني هل هو كان نازل مثلا فكان فاكر ان هو هيكسب سكور بالاداء المعفن ده، ولا ايه النظام؟ انا مبسوطه ان احنا اتاهلنا، لان احنا كان ممكن نتعادل عادي. ماشي. انا مبسوطه ان احنا وصلنا لدور ال16 باقل مجهود، دي حقيقه. بس انا مش فاهمه بجد الاداء هيفضل عامل كده لحد امتى؟ اصل ده مش نادي الزمالك، يعني ده مش اداء نادي الزمالك خالص. هل ده متعلق بالمدير الفني؟ اكيد في جزء كبير على المدير الفني. اللي النهارده انا مش فاهمه بجد يا جماعه، يعني لما انت عندك ناشئ تاني كويس مكان هشام فؤاد، كنت بتلعب هشام فؤاد كتير ليه في كاس العاصمه؟ ما كنتش بتنزل السيد اسامه ليه؟ يعني الولد السيد اسامه ده احسن كتير من هشام فؤاد. على الاقل مش بتتاخد منه الكوره، مش بيعمل ميس باس كتير. ده عنده شويه مشاكل صغيره كده في التمركز الدفاعي، بس تمام. على الاقل مش بيضيع مجهود زمايله، وبيعمل ميس باس قريب من ال18. تمام. فلما انت عندك الولد ده كويس يجي منه، ما ادتلوش فرصه ليه في كاس عاصمه مصر؟ ها؟ لا، ازاي؟ لازم افتي واخد الواد في كاس مصر، اللي هو الغلطه منه بفوره بقى، ابقى حرقته خالص خالص بقى. صح؟ طيب، هل الموضوع واقف عند كده؟ ما وقفش عند كده والله. ماشي. النهارده ناصر منسي كالعاده هو اللي بينقذ نادي الزمالك، يعني في اسوأ الظروف، في اصعب المواقف، من انصاف الفرص. يعني النهارده الفرصه ما كانتش تعتبر فرصه على قد ما ناصر عرف يحطها ازاي. يعني اقسم بالله، اكاد اجزم دلوقتي انه لو عدي الدباغ او عمرو ناصر او اي حد تاني ما كانش هيحطها. ممكن احلف لك دلوقتي من هنا لبكره. تمام. طيب، ليه وايه الدليل على كلامي؟ بص على كرة عدي في الشوط التاني او في نهاية الشوط التاني عشان اكون دقيقة معاك. عدي جاي له كورة، ماشي، معهوش غير واد بعيد عنه والحارس اداها للحارس بكل، يعني مش عايزه اقول حاجه والله، يعني سذاجه والله. يعني طب ما كنتش تشوطها احسن؟ كنت تديها لزميلك، على الاقل زميلك كان ممكن يبقى ليه يعني يرقص مثلا الحارس بتاع. لكن انت بتعمل ايه؟ مش فاهمه. امال مين اللي كان بيطلع نار من بقه ده مع المنتخب؟ انا مش فاهمه. والحقيقه برضو انا مش فاهمه ليه احمد عبد الرؤوف مصر يخرج الناس الكويسه. ماشي، يعني النهارده ناصر منسي كويس، صح؟ بتطلعوا ليه؟ وعلى فكره انا بجد مش فاهمه يا جماعه. عدي كويس على سبيل التحركات، الفينش بتاعه زباله. فيا جماعه النهارده الماتش لا يحتمل فكره التضييع، لان احنا اصلا مش عارفين نخلق فرص. انت لك ان تتخيل ان الشوط التاني كله ما فيهوش فرصه اللي تتقال عليها فرصه بمعنى الكلمه، غير فرصه عدي اللي هو ضيعها كالعاده. يعني ده المتوقع من عدي اصلا. فانا مش متفاجئه، انا بس متفاجئه من ان احمد عبد الرؤوف بيطلع ناس المفروض ما تطلعش. ماشي. طيب، الفكره ان ناصر منسي كمان عمل نفس الموضوع ده قبل كده، بتبقى انصاف فرص بيستغلها. طب سيبه، ممكن تجيلنا نص فرصه كده يحطها التاني فنخلص. لا، لازم نحط نفسنا تحت رحمه بلديه المحله وتحت رحمه الدفاع، يا ينقذك يا يغلط. صح؟ طيب، كمان النهارده احمد عبد الرؤوف فاجئني كمان ان هو منزل الولد ده اللي اسمه حمد في نص الملعب. حمد ده يا جماعه كويس جدا، كان كويس جدا النهارده. ماشي. انا خفت بصراحه من اول المباراه انه يتحرق. اصل انت يعني لما انت عندك ولد كويس في نص الملعب ما كنتش بتلعبه في كاس عاصمه مصر ليه؟ جاي النهارده برضو وتفاجئ الولد وتفاجئنا كلنا في نص الملعب وبتلعبه اساسي. بصراحه انا خفت عليه، لانه ممكن يغلط، ممكن يتوتر. ده ماتش يعني كاس مصر مع نادي الزمالك، فريق اول، فصعبه. بس الولد النهارده كان كويس، بتخرجه ليه؟ بتنزل لي سيف فاروق جعفر ليه؟ على اساس يعني سيف ده لما هينزل هيقلب لك الملعب، هيعمل لك فرصه واثنين وثلاثه.
انت اديك فقدت نص الملعب تماما. ها، طب ما تسيب يا حبيبي كل واحد في طالما بيأدي كويس. يعني انت طلع اللعيبه اللي مش كويسه. يعني انت لما طلعت اخوان بزيرة انا مش هتكلم ليه؟ لانه كان زي الزفت، زي الزفت، فانا مش هتكلم. شفت الوحش محدش بيختلف عليه يا جماعه، لكن بجد حاجات مش مفهومه من احمد عبد الرؤوف. يعني يوم ما يحب يعمل حاجه كويسه بيبوظها. تمام. طيب ايه كمان النهارده؟ عواد بصراحه كان كويس، وكان يعني مركز كده، وصد حته كوره يا جماعه بجد لو كانت دخلت كنا اتبقلشنا يعني حرفيا، لان احنا النهارده مفيش فرص هجوميه كتير، فكنا هنعاني جدا لو دخل فينا التعادل، لان بلديه المحله كانت عامله دفاع مستميت يعني بجد طوال الشوط الاول لحد ما ناصر منسي الحمد لله جاب لنا الجون. كان في دفاع باستماته. النهارده برضو كان في علامه استفهام على احمد عبد الرؤوف. اخر حاجه بقى هقولها على احمد عبد الرؤوف دلوقتي. يا جماعه احمد عبد الرؤوف انا عندي ازمه حقيقيه. يعني حبيبي انت عندك ناصر ماهر في صناعه اللعب، صح؟ مركز صانع الالعاب، جميل. حضرتك ممكن اعرف مين البديل بتاعه؟ معلش اعذرني يعني جهله. يعني حضرتك سايب مين على الدكه ينزل يغير؟ يعني النهارده ناصر ماهر ده زفت قطران، مش شايف، مش عارف يلعب، مش عارف يوقف الكوره. مالك بقى؟ سايب لي مين على الدكه بقى ابدل بيه ناصر ماهر؟ ناصر ماهر ده يعني فلتة ما بيغلطش، مستواه دايما في العالي خالص. طيب ادم كايد انت مخرجه لاسباب فنيه. يعني ايه اسباب فنيه يا جماعه؟ يا جماعه انا ما بفهمش الكلام المتخلف ده. يعني ايه اسباب فنيه؟ ما هو يا مصاب يا عمل مشكله، لكن اسباب فنيه دي ما تقوليش يعني ايه؟ يعني ايه اسباب فنيه وانت ما عندكش بديل لناصر ماهر؟ يعني ايه؟ مش فاهماها بجد. يعني انت مخرج ادم كايد بره السكور، احمد حمدي عامل معاك مشكله وانت مخرجه بره السكور، وما حضرش التمرين امبارح لانه عارف انه بره السكور. انت متخيل الكارثه اللي احنا فيها؟ فاحنا بنلعب بناصر ماهر بدون بديل. فازاي حد يقنعني؟ يعني بجد احمد عبد الرؤوف النهارده عامل كوارث. يعني لو فنطت كده القايمه هتلاقي ان في مصايب بقى. ناصر ماهر النهارده المفروض يخرج من اول الشوط الاول بقى بجد. يعني مش فاهمه بيعمل ايه في الكوره اصلا، لا عارف يوقف ولا عارف يباصي ولا عارف يعني بجد يعمل اي ثرو حتى، مفيش صحراء. فالمفروض يخرج طبعا، بس انت ما عندكش بديل، فانت هتسيبه غصب عن عينك، انت مضطر. فبجد الحمد لله ان احنا اصلا عرفنا نكسب. وعلى فكره مكسب النهارده المفروض انت تبقى مديون بيه ماشي لناصر منسي وعواد، غير كده بلح. وعشان اكون منصفه شويه كمان احمد شريف، بس ده على الشوط الاول. يعني احمد شريف الشوط الاول كان كويس، الشوط التاني مش عارفه ايه اللي جراله، اتحسد تقريبا معرفش ماشي. فعشان اكون منصفه النهارده احنا اتاهلنا لدور ال16 من كاس مصر بسبب الثلاثه دول، ناصر منسي، عواد، احمد شريف. فيما عدا ذلك احنا زباله. فما فيش. فيا ريت يا جماعه، يا ريت احمد عبد الرؤوف ده يريحنا من وشه ويمشي، لان كمان النهارده في ايشو يا جماعه عامل كوارث في مركز الباك. والحقيقه انا مش فاهمه ليه اخد واحد بيلعب في مركز الهجوم العبه باك، مش فاهماها. انت ممكن تغير مركز اللعب بس مش للدرجه دي. يعني ايه الرؤيه اللي عندك؟ يعني اصلا ايشو جسمه قليل ما ينفعش كمدافع، الا بقى لو نوعيه فتوح، بس برضو فتوح بيعمل واجباته الدفاعيه. ايشو مش عارف يعمل واجباته الدفاعيه، وانت بتلعبه كباك مش عشان عايزه يهاجم، لا انت عشان عايزه يعمل واجباته الدفاعيه. فليه انت ما طلعتش ناشئ؟ يعني الناشئ اثر معاك في ايه؟ طالما انت كان عندك اصلا كاس عاصمه مصر عشان تطلع ناشئين، ليه ما استفدتش بالموضوع ده وطلعت ناشئ؟ اهو كنا نشوفه نحكم عليه، خصوصا ان انت كمان ما عندكش اصلا جناح مكان بزيرة. طب ما تلاعب ايشو، مش فاهماك. يعني بجد النهارده عبث بعنوان او برياسه احمد عبد الرؤوف.